السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتعلم نسيح السمنة البلدي في البيت خطوة خطوة. اللي لسه مشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. ما تنسوش لايك للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نتعلم مع بعض النهاردة ازاي نسيح السمنة البلدي. دي سمنة بلدي هي ما شاء الله، سمنة جاموسي مش بقري. البقري بتبقى صفرة. دي هي سمنة بلدي. بصوا، هو الصباع مش كبير قوي، يعني هو طول صباعك كده، يعني مش كبير قوي. صباع جميل جدا، سمنة نظيفة. لما تيجي تجيبي سمنة بلدي تجيبيها من ست يكون كويسة ونظيفة وحاجتها نظيفة. ما شاء الله، السمنة جميلة قوي. انا بقى ما بسيحش السمنة كلها. تمام. دول عندي 3 كيلو سمنة. 3 كيلو سمنة، الكيلو السمنة ب100 جنيه. خلاص، دول 3 كيلو، انا هسيح نصهم وهعين نصهم في الفريزر، لان انا بحب السمن اللي هو الطازة، يعني اللي هو الفريش، ما بحبوش متسيح. المتسيح طبعا احنا هنضيف معلقة كده على الاكل ولا حاجة، انما السمن ده انا بحبه قوي في عمايل الفطير، في عمايل القرص، جميل جدا. خلاص، فانا هشيل نصه هسيحه والنص التاني هعينه في الفريزر. وهنا معايا حلة هي. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه دي طبعا في الفريزر عشان خاطر ما تسيحش، فانا هاخد نص الكميه كده مع بعض. بصوا، انا هنا جبت حله اهوت وحطيت فيها السمن اللي انا هسيحها، وهنا السمن اللي هدخله الفريزر. خلاص، انا كده هدخل دول في الفريزر، هاخدهم كده صباع صباع. انا بحب كده السمن اخده كده. تمام. وهاخد ديت على البوتاجاز واسيحها. وكده الحله هي على نار هاديه مش عاليه قوي، وهسيبها لحد ما السمنه تسيح. بصي، عشان هي طالعه من الفريزر انا هوطي عليها النار. طيب لو هي مش في الفريزر، علي عليها النار، يعني مش ما تعليش برضه. هو الافضل ان انت ما تعليش النار عليها عشان ما تفورش، السمنه بتفور. وحاجه تانية، الحله لازم يكون كبيره، يعني بصي لازم يكون السمنه كده واخده براحتها فيها، عشان السمنه دي بتفور زي اللبن بالظبط. بصوا، هنا السمن بدأ يسيح اهوت. السمنة بدأت تسيح اهيت زي ما انتوا شايفين كده. بصي يا حبيبة قلبي، وانت بتسيحي السمنة ديت يعني انصحك ان انت ما تسيبيش المطبخ، يعني ما تحطيهاش على البوتاجاز تسيح وتروحي تشوفي اي شغل بره المطبخ، لا. لو انت عندك وعيتين ولا حاجة انصحك تغسليهم، او لو ممكن توضبي اي حاجة في المطبخ، تعملي اي حاجة في المطبخ. المهم السمن ده ما يتسابش، ما تسيبوهوش ابدا على البوتاجاز. خلاص كده السمن بدأ يسيح كله. شايفين؟ بدأ السمنة تسيح معانا. خلي بالك خالص لان بيفور زي اللبن. بصوا، انا جايبة حلة كبيرة عشان اكبر من كمية السمن بتاعتي. ماشي، ما تجيبيش ما تحطيش السمن بتاعك كتير عشان ما يفرش ويبهدل لك البوتاجاز. خلاص. اما السمن التاني بقى اللي انا حطيته في الفريزر، اللي انا هرجعه الفريزر كده وهعينه في الفريزر تاني، السمن التاني ده انا بحتاجه في حاجات كتير. انا بحب مثلا ايه اعمل البيض منه. سبحان الله، يعني شوفوا بقى، يعني بجيب صباع السمنه كده احطه في قلب الطبق، واحط عليه ندعه بسيطه زيت، واعمل فيه البيض او الفول. انا بحب يعني ايه كده، يبقى بالمرطه بتاعته كده وبحالته وبملته كده. انما دي بقى متسيح. بتحبي يعني الواحد بيحتاجه مثلا للرز، يحط معلقه كده على، عشان ما ينفعش طبعا تعملي الرز به. لو عملت الرز بالصوابع دي هينحرق، لان المرطه بتاعته هتنحرق، فما ينفعش. لازم تسيحيه الاول عشان تشيل المرطه، عشان يبقى سمن معاكي صافي. خلاص. بصي، انا هنا عليت النار اهوت عشان تشوفي السمنه وهي بتفور. بصي السمنه بتفور ازاي. شوفي بقى، انتي بقى لو انتي بره لو انتي مش موجوده هتفور والسمنه بتاعتك هتقع كلها. خلاص، في الوقت ده وطي خالص، وطي خالص، لانها بصي هتفور وهتتبهدل منك. وطي على السمنه، بس ما توطيش قوي قوي، يعني خلي النار متوسطه. وخلي بالك منها. بصي هي فارت ملت الحله ازاي، فلازم الحله حبيبه قلبي، لازم الحله بتاعتك تكون كبيره. خلاص، هسيبها انا كده
يعني تاخد وتدي مع نفسها كده لحد ما السمن بتاعي يبقى رايق ويبقى صافي خالص. خلاص بصوا حبايبي هنا خلاص بدأت تهدى خالص بصوا حتى بدأ لونها يتغير. بص لونها خلاص كده، هي كده داخله في مرحله السوى. ماشي، هتفضل كده على الولعه لحد اللي على الوش دي هي المرطه، اللي على الوش دي هي المرطه، لحد ما كل ده ينزل تحت خالص وتبقى صافيه خالص. خلاص هي لسه ما صفيتش، ادام السمن لسه ما صفيش معانا يبقى مش هنطفي، يبقى هو لسه ما استويش. خلاص بسم الله ما شاء الله ما شاء الله معانا، هي كده برضو قربت تستوي هي ما شاء الله. خلاص فاضل لها حاجات بسيطه خالص. بصوا حاضر ثانيه واحده. بسم الله، يعني هي المرطه بدات تاخد لون. بصوا انت لو خدتوا بالكم المرطه تحت اهي، يعني المرطه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي بدأت تبقى صافية خالص معايا اهيت، بس المشكلة في ايه؟ مفيش مشكلة ان شاء الله. هي بدأت تحمر اهي، اهم حاجة تبقي موطية عشان المرطة ما تتحرقش منك. خلاص هي هتصفى وهتبقى زي الفل. بصي يا حبيبتي، بصي هي عملت ازاي معايا، السمن فار ازاي، بس هو كده استوى كده كمل سوا على الاخر. انا دلوقتي طفيت عنه وهنزله على الارض، هنزله احطه على الارض خالص لحد ما يهدى خالص. تمام، هو عامل كده عشان انا قلبته، هو المفروض ان انا ما كنتش حطيت فيه الاسبتيورة خالص. تمام، كنت المفروض ان احنا نسيبه يهدى لوحده. خلاص فهو دلوقتي استوى معانا وبقى زي الفل. هسيبه هنزله في الارض لحد ما يهدى وهنشوف هنقدمه ازاي. خلاص انا نزلتها على الارض تمام، وبعد 5 دقايق من وضعها على الارض على البلاط بقت بالشكل ده، راقت خالص وبقت زي الفل. المرطة تحت اهيت اترصدت تحت وبقت زي ما انتوا شايفينها كده. دلوقتي انا هبدأ اصبها في قلب البطرمان. لازم تتصب في بطرمان ازاز، الافضل يكون ازاز. لو انت عايزاها تحطيها في بطرمان بلاستيك سيبيها بقى لما تبرد خالص وحطيها في بطرمان بلاستيك. تمام، وعايزه اقولك كمان معلومه، لو انت حابه المرطه بتاعتك تبقى فاتحه عن كده، بصي المرطه بتاعتي هنا حمرا اهي. خلاص لو انت حابه المرطه تبقى فاتحه عن اللي انت شايفاها ديت، ونزليها من على البوتاجاز وهي لسه بيضه شويه، هتكمل سواها على الارض. السمنه هتكمل سواها على الارض. خلاص الحمو بتاعها هيخليها تستوي. انا بحب المرطه بتاعتها تكون باللون اللي انتوا شايفينه ده، فعشان كده انا سبتها لحد ما ادتني اللون اللي هو الذهبي على الوش. لو انت استنيتي لما تديكي اللون الاحمر ده وهي على البوتاجاز هتنحرق منك وهتمرر وهتبقى طعمها راضي جدا. لا لو انت عايزه اللون ده يبقى تنزلها، وهو اول ما تلاقي اللون اللي على الوش بقى زي اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه على الحله ده، تروحوا نزلينها فين؟ على البلاط، على منطقه ساقعه، يعني حته على البلاط. ليه؟ عشان خاطر تكمل، هي هتكمل سواء الحمو بتاع السمنه هتخليها تكمل السوا بتاعتها. طيب لو انت خلتيها بالشكل ده لحد على البوتاجاز ونزلتيها في الارض هتكمل سواها على الارض وهتنحرق منك. خلاص، ولو انت عايزاها تبقى اقل من كده شويه نزليها وهي واخده اللون اللي هو البني الخفيف خالص. تمام، عشان تاخدي المرطه بتاعتك اخف من دي في اللون. تمام حبايب قلبي، دلوقتي هنعبيها في البطرمان. بصوا هنا البطرمان اهو، ده البطرمان بتاعي ما شاء الله. البطرمان اهوت كبير. انا هحطه في البطرمان ده ازاز. لو انت حابه تحطيها في البلاستيك مفيش مشاكل، حطها في البلاستيك بس استني لحد ما السمن بتاعك يبرد خالص. خلاص ادي السمن اهو بعد ما هدي شويه. وهنا البطرمان. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده بسم الله ما شاء الله.
دي السمن بتاعنا اللي اتسيح بعد التسييح اهو. لو انت بقى، هو من المفروض ما يتحطش التلاجة، لو انت عايزه تحطيه في التلاجة حطيه طبعا لما يبرد خالص، لان هو بصي فيه حراره بسيطه. لما يبرد خالص ممكن تحطيه في التلاجة. عايزه تحطيه في المطبخ حطيه، مش هيجراله اي حاجه. لو حطيتيه في المطبخ سنه كامله مش هيجراله اي حاجه، بس بشرط لازم البطرمان بتاعك يكون نظيف جدا ويكون منشفاه جامد جدا، ما يكونش فيه اي حته ميه صغننه قد كده. خلاص، لان لو فيه فسوة ميه صغننه بتخلي يعمل طبقه عفانه على الوش، بتخلي السمن يعمل طبقه عفانه على الايه، على الوش. وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله هنستنى شويه وهوريهولكم بعد ما يسقع هيبقى شكله عامل ازاي. وهنا هوريكم المرطه بتاعتي. بسم الله. هي غامقه، يعني هي غمقت خالص، انا عارفه ان هي غمقت. بصوا المرطه بتاعتنا، يعني هي مش كتير لان السمن مش كتير، وكمان السمنه نوعها نضيف. السمنه دي لو فيها لبن كتير هتطلع المرطه اكتر من كده. خلاص، فهي شويه مرطه صغيرين لان السمنه بتاعتي نضيفه وجميله ما شاء الله. المرطه دي تحفه. بصوا بقى، جميله جدا، هي شويه صغننين بس حلو. هنا بعد مرور تقريبا ساعتين وانا دخلته التلاجة كمان عشان يجمد، بصوا هو هيبقى معانا بالشكل ده. خلاص، هو هيبقى معانا بالشكل ده وهيجمد خالص لحد ما هتلاقيه ابيض وجميل. خلاص، هيبقى ابيض خالص. شوفي المرطه بتاعتنا هي جمدت. بصوا المرطه جميله، جميله جدا ما شاء الله اهي. خلاص، يلا، وبألف هنا وشفا.